اياها. طلعوا كيف بدها تكون هيك بالشكل هذا. يعني تكون تمط معكم هيك تطلع معكم ناجحة 100%. بنحاول هاي القشطة أنا صفيتها من الحليب منيح مشان ما يصير عنا يطلع منها مي. هلا شو رح نساوي؟ رح نعمل هيك ونرفع الكيس كله بالشكل هذا، نرجع بنعمله هيك ونقول له لسه قلبه واحدة وبس. هلا هيك صارت جاهزة عنا هي. هلا رح نقصها بالسكين هيك ونشيلها ونحطها بالصينية عشان نبعد عن هاي عشان نستحكم. نحطها هيك. هلا هي الصينية صغيرة شوي. راح انقص هدول الزوايد من هون ومن هون، يعني الشغلة مثل ما بقولوا من الآخر يعني هي. هلا رح نقصها هيك. هاي القطعة طويلة رح اقصها قطعتين أنا مشان تقعد معي بالصينية بكل سهولة. وهي هيك طول القطر. بقطع لكم اياها هيك بالسكين عشان اورجيكم الطراوة تبعها والحشوة. رح ادوقها هلا قدامكم انه انا سويتها، بس والله عن جد شغلة مرتبة وطيبة. العجينة طيبة والحشوة هي القشطة كمان طيبة. هلا مو شرط انه تحشوها بهي القشطة، قلت لكم بتقدروا تستخدموا اي نوع قشطة انتم بتحبوه او اوفر لكم، او يعني هي بترجع اختيارية. ممكن تستعملوا القشطة الكريمية مثلا اللي بدكم اياه.